انا ما لقيتش عنوان للفيديو غير الاهلي عصر المانجا ودوري الاحتواء. مفيش عنوان تاني افضل من كده للي شفناه امبارح واللي بيحصل. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي متابعين قناه المذيع افندي على اليوتيوب وصفحه المذيع افندي على الفيسبوك. زي ما قلنا وبنقول وهنعيد، شكلها كده مفيش تعديل، مفيش جديد، كل النظام هيفضل زي ما هو، والكلام على اللي بيحصل في الدوري المصري. طلعنا وقلنا كتير في فيديوهات واعلاميين اتكلمت وسوشيال ميديا اتكلموا، عاوزين دوري يليق بالكرة المصرية، عاوزين دوري ما فيهوش احتواء زي السنة اللي فاتت، عاوزين تحكيم عادل يليق بكل الأندية ويمشي سواسية على كل الأندية، عاوزين رابطة أندية زي ما بتعمل قرارات صح وكلنا شفنا تمشي على كل الأندية. لكن اللي شفناه امبارح ان جماهير نادي الزمالك مع نادي سموحة، نلاقي جمهور نادي الزمالك حوالي 15,000 مشجع، جمهور الأهلي 5000، جمهور الإسماعيلي 500. في تفاوت مع حضرتك والكلام للنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، يا إما تمشي على الكل يا إما بلاها وتطلع تقول حضرتك ده خلاص ده دوري احتواء وعارفين رايح فين. لكن امبارح وبنقول كلام اظن كل الناس شافته على التلفزيون، يعني ما بنقولش كلام من اشاعات او زي الناس ما بتكتب في التعليقات اشاعات وكلام كده، ده حاجات واضحة وصريحة. الكل امبارح شاف مباراة الاهلي، ولو فتحت الساعة بتاعت الاستاد للنادي الاهلي هتلاقي جمهوره يملأ الاستاد. لكن ما تخليش فريق على حساب فريق، حضرتك تطلع تقول لنا اللي حصل ده امبارح حصل ليه وازاي، ولو حصل هيتكرر على كل الأندية ولا كانت غلطة ومش هتتكرر. ما هو مش معقول الزمالك يدخل حوالي 15,000 مشجع والأهلي ما تسمحلوش غير ب5-6,000 مشجع من بدايتها كده، ده لسه أول مباراة في الدوري، أول مباراة. ما ينفعش اللي احنا شفناه امبارح على شاشة التلفزيون. لازم استاذ او النائب احمد دياب رئيس رابطه الانديه يطلع ويفهم الناس اللي حصل، اللي الناس كلها شافته امبارح. هل حضرتك هتطبق النظام ده على الكل ويبقى فيه 15,000 لكل فريق بالنسبه للانديه الجماهيريه، ولا دي كانت غلطه ومش تتكرر؟ واللي حصل ده حصل ازاي؟ والا فعلا هو دوري احتواء من الاول كده من اول مباراه؟ ده غير بقى المخرج بتاع المباراة قعد يعيد في لقطة الهدف شمال ويمين وضربة الجزاء ويجي لها من هنا ويجي لها من هنا، ولما يكون هدف للفريق المنافس يخفيه نهائي ولا تجيب حتى أي حاجة. فما ينفعش يعني الكلام للناس المخرجين المباريات كمان انتوا عندكم احتواء. ما المفروض تبقى فير على كل الفرق مش فريق معين. والاعلام كمان بيطلع يهيص لفريق فاز على حساب فريق تاني فاز كمان. يعني لحد امتى يا جماعة هنفوق من اللي بيحصل؟ بنقول عاوزين منظومة كروية تليق بالدوري المصري، مش نلاقي كله صابب في ناحية فريق واحد، من سواء الاخراج التلفزيوني للمباراة، سواء التهليل والمبالغة في الفوز للفريق معين بعينه، سواء لفتح الاستاد لساعة جماهيرية كبيرة لفريق بعينه، سواء تصريحات لناس معينة بتنتمي لفريق بعينه، استوديو تحليلي بتجيب فيه ناس كتيرة على حساب ناس تاني لصاحب فريق معين، كله ده علشان حاجة واحدة. شكله كده دوري الاحتواء. يعني امبارح لما نيجي نتكلم على مباراة الأهلي ولا أروع من كده، بداية مفيش بعد كده تاني. بسم الله ما شاء الله على النادي الأهلي.
الكل كان متوقع، وانا نفسي افهم الحتة دي، الكل كان متوقع هزيمة الاهلي. ليه؟ بالنسبة للجماهير التانية، اما جمهور الاهلي عنده ثقة في فريقه، فاضعف الظروف عنده ثقة في فريقه وفي مديره الفني وفي لاعيبته. ولكن انا بتكلم الكل كان عاوز الاسماعيلي يفوز امبارح، حتى الفريق المنافس للاهلي في تصريحاتهم في اعلامهم في قنواتهم عاوزين الاهلي ينهزم من الاسماعيلي. حتى باسم مرسي طالع قبل المباراة ب 24 ساعة يقول لك هنفوز على الاهلي وبسكور عالي. انت جبت الكلام ده منين؟ وعلى اي اساس بنيت كلامك؟ انت الاهلي بيفوز عليك من ايام ما كنت في الانتاج الحربي، وما رحتش فريق اللي الاهلي ما فاز عليك. فانت على اي اساس بتروح نادي الاسماعيلي وبتطلع تصريح قبل المباراة ب 24 ساعة وتطلع تقول ان احنا هنفوز على الاهلي وكمان بسكور كبير؟ يا اخي ده انت مفتري. ده انت اكرم توفيق امبارح نيمك على بطنك وما لعبتش كوره. هتفوز ازاي على النادي الاهلي؟ ده النادي الاهلي. فمباراه الاهلي عمل مباراه تاريخيه امبارح، ولكن للاسف بعض الاعلاميين ما جابوش سيره نهائي، وجابوا كل كلامهم على مباراه الزمالك وسموحه. الاهلي اللي عمل مباراه تاريخيه، مدرب عبقري، مدرب لاعب مصر ورقصها امبارح كلها في تغيير كريم فؤاد. الكل قال لك معقوله انت متعادل وبتنزل لي كريم فؤاد؟ ده هيلعب على ايه؟ كل تفكير، وانا اراهن اي حد، كل تفكير الناس راح ان اكرم توفيق هيجي نص ملعب ويروح مكانه كريم فؤاد يلعب باك يمين. ولكن الراجل بعد المباراه ما خلصت وضح للناس كلها، قال لك كريم فؤاد سريع جدا وده شفناه خلال التدريبات، فانا هلاعبه جناح قدام اكرم توفيق، ولعب واجاد وهو اللي تسبب في الهدف، وعطاه للمطرقه الجديده شادي حسين المتعطش انه يلعب ويهاجم او يكون هو قائد هجوم النادي الاهلي الفتره اللي جايه. وانا بقول لكم ان شادي حسين الفتره اللي جايه هيلعب على محمد شريف. لازم محمد شريف يشد حيله شويه وترجع له ثقته بنفسه تاني، ويجيب الاجوان اللي بيضيعها السهله جدا، الفرص اللي بيضيعها. لازم محمد شريف يخلي باله. حسام حسن لازم يدوس على نفسه شويه، لان لو كده هتفضل احتياط على طول. اما باقي الفريق كلهم رجاله، كلهم. يعني شفنا طاهر محمد طاهر، هو ده طاهر اللي خدناه من المقاولين، بيدافع ويهاجم ويروح. وعلى فكره بالنسبه لطرد طاهر محمد طاهر، هو مش هيلعب مباراه اسوان اللي جايه في الدوري، ولكن هيلعب مباراه السوبر مع الزمالك، لان دي بطوله ودي بطوله، زي ما وضح في اللائحه بتاع رابطه الانديه ان الانذارات اللي بتسري في بطوله بتكون في نفس البطوله، ما بتتنقلش للبطوله الثانيه. فانا بحب اطمن جمهور النادي الاهلي ان طاهر محمد طاهر مش هيلعب مباراه اسوان اللي جايه، ولكن هيلعب مباراه السوبر بتاعه الزمالك. كمان شفنا اكرم توفيق، بسم الله ما شاء الله ربنا يحميه، رجع للباك يمين هيبته اسد مكانه. ده كان هو اصلا وسط ملعب، ولكن بيجيد جدا ويقعد اي حد في الناحيه اليمين. اليو ديانج لا خلاف عليه، هو ده نوعيه المحترف اللي نتمنى يكون كل المحترفين في النادي الاهلي زي اليو ديانج وعلي معلول. انت محتاج ناس زي دي، هو ده اللي يدفع فيه فلوس بجد. اليو ديانج مالي نص الملعب، في الدقيقه 85 بيطلع بهجمه من اول الملعب لاخر الملعب، ومش اول مره تشوف اليو ديانج يعملها الحته دي. البدن بتاعه بسم الله ما شاء الله عليه، كلهم كده على فكره، وده اللي ظبطه مارسيل كولر لما جه وعمل القياسات البدنيه لكل اللعيبه. عشان كده عرف مين اللي يقدر يكمل للاخر ومين اللي يقدر يستنى شويه. احمد عبد القادر، انت ممكن تكون افضل، لا وهتكون افضل لعيب في مصر، بس تخلص من الحته الزياده اللي عندك، والكلام ده قلنا كتير جدا. ما تستناش على الكوره كتير، وما تهتمش بالسوشيال ميديا، واهتم في الملعب بس. كل اللعيبه امبارح كانت رجاله، وده الاهلي اللي كان الاهلي جمهوره مستنيه من زمان، لعب ونتيجه، والاهلي وجمهوره فرحانين جدا باللعب اللي بيتلعب واسلوب اللعب والكره اللي على الارض. نادي الاسماعيلي امبارح ضحايا اول حاجه اقاله حسني عبد ربه بعد المباراه بربع ساعه. وهنا احنا كلنا بنعيب على المهندس يحيى الكومي ان هو مهتم جدا جدا بالسوشيال ميديا من زمان، والكلام ده قاله سيد معوض في تصريح امبارح،
قال لك من ساعة ما كنت لعيب في الإسماعيلي المهندس يحيى الكومي بيهتم بالسوشيال ميديا، بيهتم إنه بيسمع لها كتير، مش معنى إنه مهتم إنه بيطلع، لا، مهتم بيسمع للسوشيال ميديا كتير. فأقال حسني عبد ربه بعد المباراة بربع ساعة، رغم إن كان له تسريح بعد المباراة وقال لك لسه هنشوف الموضوع، وبعد ربع ساعة أقاله. طب في ربع ساعة دي حصل حاجة؟ طبعا مستحيل، هو واخد قرار الإقالة خلاص. وقرار الإقالة هنا جه لأن حسني برضه لسه عنده حتة مش متظبطة، والكلام برضه لسيد معوض إن هو مش عارف نفسه إداري ولا فني، لأنه بيتدخل في الفنيات كتيرة، والحتة دي كانت مع الكابتن حمزة الجمل. لكن لما جه مع خوان كارلوس جاريدو الأمر يختلف، الراجل مش عاوز حد يتدخل في الفنيات خالص، وانت يا كابتن حسني مدير كورة مالكش في الفنيات. لكن اللي اتكتب وواضح للناس ان هو القميص بتاع النادي الاسماعيلي، وان هو ما كانش راضي عليه، وان هو صاحب الشركة اللي عملت القميص او التيشيرت للنادي الاسماعيلي، ولكن هو عشان بيتدخل في الفنيات كتير. فما فيش مدرب وخصوصا الاجانب هيرضى بالكلام ده. فاقالوا امبارح المهندس يحيى الكومي من منصب مدير الكرة النادي الاسماعيلي. دي لسه اول بوادر الهزيمة من النادي الاهلي. باذن الله الاهلي مش هيقف على حد، ولو كل فريق الاهلي هيهزمه يقيل مدير الكورة او المدير الفني، او يبقى انت مش هتخلص على كده، لان الاهلي ناوي السنة دي، ناوي على الدوري وناوي على افريقيا. ده بالنسبة لان الاهلي عصر المانجا امبارح، عصرها بمعنى كلمة عصرها، رغم على فكرة برضه عشان نكون منصفين الاسماعيلي لعب مباراة كويسة جدا جدا، وكان واقف على حلو بدني كويس جدا جدا. يعني خوان كارلوس جاريدو جه ظبط حاجات كتيرة جدا في الاسماعيلي وفي اللعيبة في الصفقات الجديدة، ولسه في بداية الموسم. لكن الاسماعيلي ده افضل من المواسم السابقة. اما ده بالنسبة لعصر المانجا، الاهلي عصر المانجا. اما بالنسبة لدور الاحتواء قلناه في المقدمة، كلنا شفنا المخرج بيعيد في حتت معينة لفريق الزمالك ويجيبها من الناحية الفلانية والناحية الفلانية، والفرق التانية لا. كمان رابطة الأندية سمحت ان الجمهور يدخل 15,000، وده مش عارفين ليه، وبنطالب النائب احمد دياب يطلع يرد علينا ويقول لنا حصل ازاي وهل هيتكرر ولا لا. ففي هنا شكلها كده دور احتواء، في ضربة جزاء واضحة وضوح الشمس النادي سموحة، محدش عارف عنها حاجة ولا جابوها ولا حتى جابولها الإعادة بتاعتها، رغم ان الكابتن طارق العاشري لاعب امبارح مباراة قوية جدا جدا. ده اسلوبه في كل الفرق على فكرة، اللي طالعين في قناة الزمالك امبارح يقول لك ده بيعمل كده قدام الزمالك بس، لا، طارق العاشري بيعمل قدام اي فرقة. الراجل مدرب قوي جدا. امال لما لسه هتلاعب سيراميك كليوباترا احمد سامي هتتفرج على ايه؟ فنتمنى يكون في عدالة تحكيمية، وده اللي قلناه كتير جدا، اهم حاجة العدالة التحكيمية على كل الفرق. ما بنطالبش يكون مثلا على الاهلي على الزمالك الاسماعيلي فقط، على كل الفرق يكون في عدالة تحكيمية. وكمان بنهمس في اذن المخرجين والمتحدة للاعلام وقنوات اون تايم سبورت، خليكم منصفين سواء في التحليل بتاع الاستوديو او في تقديم البرامج او في الاخراج. نتمنى للمرة المليون نشوف عدالة تحكيمية واذاعة مباريات عادلة للجميع واستوديو عادل لكل الفرق. ده كل اللي عندنا النهاردة. اتمنى من حضراتكم الاشتراك في قناة المذيع فندي على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل ما هو جديد وحصري. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.